بالنتيجه النهارده وبالفوز على الاهلي بنتيجه 3-0، لكن بقى بدات يحصل مشادات قويه جدا ما بين الشيبي وما بين حسين الشحات، اللي يعني بدا الشحات كده يعني يضرب فيها الشيبي، وبدا بقى كل الدكتين يتدخلوا عشان يمنعوا الاشتباك، وبدا اكتر من حد ياخد حسين الشحات كده لبعيد عشان ما يحصلش مناوشات اكتر من كده وما يحصلش اشتباك اكتر من كده ما بين اللعيبه، وبداوا على طول يبعدوا حسين الشحات. وده اللي كان بيعمله لعيبه بيراميدز مع الشيبي، اللي بداوا على طول ياخدوه، بداوا على طول يحاولوا اللي هم يهدوا الاوضاع كده يعني عشان الدنيا ما تتطورش اكتر واكتر ما بين اللعيبه. يعني اللعيبه ما حاولتش اللي هي تتدخل مع بعض، لكنهم كانوا بيحاولوا اللي هم يفرقوا الاثنين سواء الشيبي او الشحات عشان الوضع ما يتطورش ما بين الاثنين. طبعا في لقطات تعال بقى نروح للقرارات. قلت لك انه الاهلي كان سيد موقفه وقرر معاقبه اللاعب قبل اي حد. احنا امبارح ختمنا البرنامج لقيت الاهلي عاقب اللاعب، هو مش مستني حاجه من حد، مش مستني حاجه من حد، وعارف ازاي يقوم اللعيبه بتاعته، وعارف ازاي يدافع عن اهدافه المتعلقه باللاعب نفسه. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه انه احنا بنسال وبنعرف الشيبي استفز حسين الشحات في اكتر من مشهد وفي اكتر من لقطه وفي اكتر من موقف. مش معناه انه هذا الاستفزاز يقابل لا بالصفع ولا بالضرب، مش معناه كده، ولكن زي ما بنقول انه حسين كان غلطان في الموقف ده، بنقول برضو انه اسلوب الاستفزاز ده اسلوب غير محمود، لانك لما بتوصل اللعيبه انك في كل ماتش بتقابلهم بتستفزهم بهذا الشكل، دي مش احسن حاجه. ولكن ومع هذا الاهلي طول عمره يتعرض لاستفزازات من الخصوم، عشان الاهلي كبير قوي، عشان الاهلي كبير قوي، فعشان انت كبير قوي هتتعرض طول الوقت للاستفزازات. ما انت بتكسب الناس دي كلها، ما انت بتكسب، ما انت اكتر واحد واخد بطوله الدوري، ما انت اكتر واحد واخد بطوله افريقيا، ما انت فانت المفروض عقليتك انت كلاعب تبقى فاهم كويس انك هتتعرض للاستفزازات دي، لان هو مش عارف يعمل ده معاك في الملعب في مكسب كوره، فيعملوا معاك بالاستفزاز. فانت المفروض واصل الى خبره كبيره جدا جدا لا تخطئ هذا التصرف. تعال نروح للجزئيه اللي بعدها. النهارده الرابطه قررت معاقبه حسين الشحات بايقاف مباراتين وغرامه 20,000 جنيه، ده بعد قرار النادي الاهلي. بالمناسبه وعلى صعيد اخر حصل وبيراميدز كان له رد فعل مختلف عن رد الفعل اللي حصل امبارح عقب المباراه مباشره. احنا عملنا الواجب اللي علينا، وكان موجود معانا الكابتن هاني سعيد، والكابتن هاني قال انه الولد متضايق، الشيبي متضايق، يعني متضايق من اللي حصل، ولكنه لم يذكر اي شيء له علاقه لا بالتحرك لا بالشق القانوني ولا حتى بالتحرك على صعيد لجنه الانضباط. حسين شحات لاعب النادي الاهلي توجه لغرفه خلع ملابس بيراميدز للاعتذار لمحمد الشيبي عم لاعب بيراميدز عما بدر من حسين الشحات يعني بالتعامل مع الشيبي بعد المباراه بشكل غير لائق. لكن حسين الشحات توجه الى الملعب. دي لو فيها صوت وصوره يا ريت، يعني ما فيهاش صوت، ما فيهاش صوت، ماشي. لكن يعني دي الواقعة في البداية اللي حصلت ما بين حسين الشحات ومحمد الشيبي. ثم بعد كده توجه حسين الشحات في تصرف محترم وتصرف يعني يليق بلاعب داخل النادي الاهلي، وفي النهايه منافسه ما بين الاهلي او بيراميدز، يكسب الاهلي يكسب بيراميدز امر مش مهم، لكن وارد ان بيحصل ما بين اللاعبين بعض المشاحنات والمشادات اللي بتبقى بعد الملعب، كلام بيطلع من هنا او من هنا. لكن في النهايه هو تصرف محترم من حسين الشحات لاعب النادي الاهلي. وارد انه يخطأ، وارد ان اي حد يخطأ، لكن انه يتوجه لغرفة خلع الملابس. وانا يعني بقول لك معلومة بناء على كمان اصرار من سيد عبد الحفيظ.